السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. انا برضو لسه ما عنديش نت، بس بحمل فيديوهات كده عشان اول ما ادفع النت ان شاء الله انزلها باذن الله. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده كشري. انا حطيت الميه تغلي للمكرونه، وادي التوميه، حطيت شويه زيت وحطيت معلقه توم مفروم. انا شلتها من على البوتاجاز عشان كانت هتتحرق عقبال ما اجيب لها الصلصه. هنا هنعمل العدس ان شاء الله. انا ما كانش معايا فلوس اجيب حمص، جبت بس المكرونه الاسباجيتي والرز والشعريه والمكرونه الصغير والعدس. ان شاء الله باذن الله مش لازم يعني حمص يعني، ولو ما فيش حمص مش هناكله، هيتاكل ان شاء الله باذن الله، وربنا بيحليه وبيخليه جميل باذنك يا رب. ان شاء الله الميه هتغلي ونحط فيها المكرونه، ودي هرجعها تاني على البوتاجاز تتحمر عشان احط عليها الصلصه ان شاء الله، ونعمل مع بعض كده خطوه بخطوه، ونسمي بسم الله ونصلي على سيدنا محمد، ويلا نبدا حبايبي. حطيت يا حبايبي المكرونه الاسباجيتي والمكرونه الصغيره يتسلقوا، وهنا حطيت العدس اغسله. كنت عايزه انقعه شويه بس ما فيش وقت، اللي عايز يجي من شغله عايز يجي يلاقي لقمه جاهزه يتغدى. وهنا الصلصه هسيبها تتسبك. حبايبي انا حطيت الرز اهو هنقيه عشان اغسله، حطيت هنا العدس اهو عشان يتسلق، وهنا الشعريه اهي بتاعه الرز عشان احمرها. ان شاء الله احمرها اما اجي احط الرز ارجع لكم. بصوا حبايبي الشعريه اتحمرت اهي، وحطيت الرز هقلبه بقى لما ميته تنشف ويبقى زي الخرز كده، اسقيه ميته. بصوا حبايبي دي التوابل: فلفل اسمر، كمون، ماجي، ملح بس. هنحطها بقى على الصلصه. الصلصه خفيفه بقى، نسيبها لما تتقل خالص عشان خفيفه خالص. هنسيبها تتسبك بقى، نغطيها. خلاص سقينا ميه الرز، هنجيب له بقى غطاها ونغطيه ونسيبه بقى يستوي ان شاء الله. بصوا حبايبي انا رجعت لكم، ادي الكشري اهو جميل جدا. لو عجبكم الكشري ده ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. سلام عليكم حبايبي.